تأسس المجلس العربي الإفريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان بموجب الإشهار رقم 4128 لعام 2011، وهو أحد منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال العلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان. مقره الرئيس في جمهورية مصر العربية. يضم المجلس شخصيات ومنظمات ومؤسسات من دول عربية وإفريقية ودولية، من علماء ورجال في السلك الدبلوماسي ومستشارين وحقوقيين وكبار رجال الأعمال وسيدات المجتمع. ويهدف المجلس إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامه، وإلى التنمية والتطوير في مجال حقوق الإنسان وتنمية المجتمع، وكذلك التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، كما يسعى إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات والسفارات والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية بما يدعم التنمية والتطوير في مجالات العلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان والسلام بين الشعوب العربية والإفريقية. ومن نشاطات المجلس التشجيع والتقديم العلمي وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الدولية في أكثر من دولة عربية وإفريقية. ورسالتنا هي بناء مجتمع يحترم قيم الحوار ومبدأ الرأي والرأي. ويضم المجلس العديد من الفروع في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي، منها المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، المركز العربي الإفريقي للعلاقات الدبلوماسية والسلام بين الشعوب، التلفزيون العربي الإفريقي، جريدة العربي المصري، مركز التدريب الدولي. ومن إنجازات وفعاليات المجلس مؤتمرات دولية وعربية وبطولات تعاون مع الكثير من المؤسسات المجتمع المدني والجامعات، التعاون مع القطاع الحكومي في المناسبات والتعاون والإحتراف، المشاركة في العديد من الاحتفالات والفعاليات، وكذلك اعتماد مجلس التدريب الدولي التابع للمجلس من الاتحاد الأمريكي للتعليم. شعارنا كرامة إنسانية. هذا